السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم مروة مروان من قناة يوميات سعد ومروة. هنعمل مع بعض النهاردة القلقاس الأحمر بكل تفاصيله، وهقول لكم على التريكات بتاعته تخليه أحسن طعم. يلا بينا نشوف الفيديو. هنا الحلة سخنت قوي. هحط الأول العضمية كده. طبعا في الفراخ احنا بنحط معلقة سمنة صغيرة كده بنشوح فيها. في اللحمة ما بنحطش أي مادة دهنية لأن اللحمة بيبقى فيها دهون أصلا. هشوحها كده، اخليها بس تاخد صدمة من الجنبين. هقلبها كده على الجنب التاني، اخليها تاخد صدمه من الجنبين، وهنزل عليها بميه. انا بحب احط عليها ميه تكون ساقعه، ما بحبش احط ميه بتغلي كده عليها غير لما بكون انا بقى مستعجله، سواء الفراخ او اللحمه. هسيبها تشوح من الجنب ده كمان، وهضيف عليها الميه علشان نطلع الريم بتاعها الاول قبل ما نحط البهارات. انا موطيه عليها النار طبعا عشان ما تحرقش. لازم تشوح من جميع الجهات كده. تقدري ان انت تغلي الميه اصلا من الاول وتسقطي فيها اللحمه او الفراخ لو انت بتعمليها، بس انا بحب الطريقه دي. لازم اشوح سواء فراخ او لحمه، لازم اي حاجه اشوحها على النار الاول. كده خلاص اتشوحت من جميع الجهات اهو. هنزل عليها بقى بالميه واسيبها تغلي شويه. اسيبها تغلي لحد ما اطلع الريم اللي فيها كله ونشتله بالكرنيه. اعلي عليها النار بقى كده. الريم بتاع اللحمه بدأ يطلع على الوش زي ما انتم شايفين. هنشتله كده واحده واحده بالكرنيب. كل ما الريم يطلع نشتله علشان نخلي الشوربه صافيه وشكلها حلو. هشتله كده بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. نرجع مع بعض نحط البهارات. هنا انا اشتلت الريم كله على قد ما اقدر زي ما انتم شايفين. هحط بقى البهارات. هنا قرفه خشب، وهنا ورق اللوري، ومستكه وحبهان، وزهر اللي هو بتاع الشوربه ده، وعندي هنا فلفل اسمر، وعندي هنا انا مش عارفه البتاع دي بجد اسمها ايه. هوريكم شكلها. هي دي قطعه منها، هي شكلها كده في الاصل. هي دي بهارات كده بتحط في الشوربه. كان جوز اختي جايبها من ليبيا، هو جاي فانا خدت شويه من اختي. بس انا هي بتقول دي بتحط كامله كده في الشوربه، بس انا الحقيقه بقسمها نصين او يمكن 3 كمان. زي ما انتم شايفين كده. بس انا والله ما انا فاكره اسمها ايه. بحطها كده. البهارات ما تحطهاش الا لما تبقوا تشتروا غير لما تبقوا تشتروا الريم. وهحط هنا بصلايه وطماطم وثلاث 4 فصوص توم صغيرين كده. كل ده لازم احطه في اي شوربه سواء فراخ او لحمه. هغطي عليها بقى واسيبها تغلي براحتها، ونرجع مع بعض لما تستوي. هنعمل مع بعض دلوقتي القلقاس الاحمر. انا بحمر هنا بصلتين اهم مقطعاهم. وقت ما ياخدوا لون بس انزل عليهم بفصين توم مفرومين. كده خلاص البصله احمرت. انزل عليها بالثوم المدقوق دول حوالي 5 6 7 فصوص ثوم مدقوقين عشان بس الريحه بتاعته كده، وانزل عليها بالقلقاس على طول. طبعا القلقاس ده انا غسلته دلوقتي وصفيته في المصفى زي ما انتم شايفين. القلقاس ده ما ينفعش تغسليه قبل ما تحطيه في الفريزر. هنا انا حطيت القلقاس ده لازم انت بتقشريه، بتجيبوا قماشه كده نضيفه وبتقطعيها عليها، لان استحاله تعرفي تقطعيه من غير ما تمسكيه بقماشه. وبتمسحيه بقماشه نضيفه كده برده، وبعدين تقطعيه وتخزنيه من غير غسيل. ساعه الطبيخ بقى بتقومي غسلاه في مصفى زي ما انا عملته كده، وبتنزليه بقى على البصل قبل ما بتنزلي الصلصه. يعني مجرد ما لونه بس يتغير حاجه بسيطه كده. شايفين لونه بدأ يتغير اهو، حاجات بتغمقي فيها اهو. بس ايدك فيها عشان ما يتحرقش بس على طول.
القلقاس ده احسن حاجه تجيبيه، هو كده كده عامه بيطلع في الشتاء. احسن حاجه تجيبيه تجيبي اللي هي المدوره دي، بتبقى نتايه بتستوى بسرعه. المطوله دي بتبقى دكر بتستوى برضو، بس بتغيب شويه زياده عن المدوره على النار. وبتجيبيه الاحسن يعني. انا بسمع عن الناس وفعلا يعني انا عن تجربه انا جربت كده برضو، ان انت ما تجيبوش اول ما يطلع على طول كده، لا تستني ما الحته، بيقول لك تستني ما الحته تشتي عليه. يعني الناس الكبيره القديمه في السن دي تقول لك استني ما الحته تشتي عليه مره او اتنين في السوق، وبعد كده ابقى اشتريه. بيبقى السوا بتاعه يعني ما بياخدش وقت على النار. هجهز الصلصه بقى كده. انا نزلت بالصلصه، هنزل عليه بميه مغليه واسيبه ياخد غلوتين 3 كده مع الميه، وبعد كده انزل عليه بالخضره اللي احنا عاملينها. انا عامله الخضره الحقيقه المره دي من غير تصوير، لان مش انا اللي عاملاها صراحه. يعني كانت والدتي قلت لها اشتري لي خضره من السوق عشان اعملها، فلقيتها هي عملتها وجهزتها وبعتتها لي. ازود بس ميه كده الكميه اللي انا عايزاها. اسيبها بقى تغلي براحتها على ما الصلصه دي تفك تاخد غلوتين 3 كده، وننزل عليه بالخضره مع بعض. هوريكم دلوقتي الخضره دي اهي شكلها من جوه اهي. الخضره دي شبت على كزبره. انت بتعمليها بقى ان انت بتجيبي ربطه ولا ربطتين شبت وكزبره وبتضربوهم في الخلاط مع نقطه ميه، وبعد كده بتصفيها الميه بتاعتها الخضره دي. لو انت عايزه القلقاس ده كله يبقى اخضر بقى، يعني في ناس بيطبخوها احمر زي ما انا هطبخه النهارده كده، وفي ناس بيطبخوها اخضر يبقى الخضار بتاعه زياده شويه. بتاخدي الميه تصفيها على القلقاس مع الصلصه كده، بتبقى نسبه الصلصه قليله شويه عن كده. وتحطيها على القلقاس، وبعدين اللي انت طلعتيه بقى في المصفى، اللي هو الشبت اللي طلع في المصفى ده، بتاخديه على فصين توم وتحمريه في الطاسه بنقطه زيت لحد ما يبقى كريسبي ومقرمش كده. وبعد كده بتاخديه بتطحنيه في المطحن بتاع الخلاط، وبتحطيه في الفريزر زي ما انا حاطاه بقى كده. يا اما بقى لو انت عامله كميه على قد الطبخه نفسها بتضيفيها على في الصلصه. عايزه تخليه اخضر قوي بتزودي كميه الخضار اللي انت بتحطيه ده. في ناس بتحط سلق، بس انا الحقيقه ما جربتهوش. انا بعمل الشبت والكزبره على طول، حتى والدتي برضو بتعمل الشبت والكزبره على طول. أه عايزاها احمر زي ما انا هعمله النهارده كده، ما بتزوديش كميه الحاجه الخضراء انت بتحطها، يعني ايا كان انت بتحط ايه. هغطي على ده بقى واسيبه يستوي براحته، وهياخد غلوتين 3 كده، ونضيف مع بعض الخلط. بعد ما خد غلوتين 3 انا مش هحط الخضره بتاعته كلها دلوقتي، علشان برضو لو انا هحط بس معلقه كده علشان ياخد بس الطعم بتاع الخضره في قلبه. يعني لو انت حطيت خضره من دلوقتي، طول ما هو بيغلي طول ما هتسود معاكي. هحط بس المعلقه دي دلوقتي، وقبل ما يستوي 3/4 سوا كده، قبل ما اطفي عليه 3/4 سوا كده، احط بقيه الخضره علشان برضو ايه ما نخضروش قوي. عندي جوزي بيحب القلقاس الاحمر. انا من قبل ما اتجوز وانا باكل القلقاس الاخضر عند والدتي، بس ما بنعملش الاحمر ده خالص. بس لما اتجوزت لقيته ما بياكلش غير القلقاس الاحمر، قصدي بياكلوا من الاحمر وما بياكلوش الاخضر ده، ما بيعملوش خالص. انا مش فاضيه بقى ان انا اقعد كل شويه اعمل الالوان دي، لا اقسم الحله واعمل نص اخضر ونص احمر. فانا قلت بقى ايه، اتعود معاهم على اكل القلقاس الاحمر ده. فلما اتعودت عليه ما عدتش بعرف اكل القلقاس الاخضر عند ماما. ما بروح بتعمل له قلقاس احمر انا وجوزهم وبياكلوا الاخضر. فانا عندي خضار بسيط يبقى ايه واخد الاتنين مع بعض، مش هقعد اتعب في نفسي انا واقعد اعمل الوان انا على الاكل. هغطي على ده بقى دلوقتي، و3/4 سوا كده قبل يعني ما يوصل في 3/4 سوا كده، هقوم مزوده الخضره بتاعته معاكم علشان برضو ما يخضرش مني زياده. كده زي ما انتم شايفين خلاص قرب يستوي، يعني فاضل له حاجه بسيطه بس واطفي عليه. دلوقتي بقى هحط معلقه خضره كمان اوريكم بس ان هو مستوي اهو. فاضل له تكه بسيطه خالص. دلوقتي هحط بقى واحده مرق الدجاج، وهحط الملح. انا بحط ملح وفلفل اسمر بس، وهحط مرق الدجاج ومعلقه الخضره اللي قلت لكم عليها. هحط دلوقتي معلقه خضره كمان اهي. هحاول ما اكترش، انا بس عايزه الطعم بتاع الخضره فيه، بس في نفس الوقت يكون احمر زي ما هو. هحط دلوقتي بقى مرق الدجاج، واحط الملح. انا ما بحطش الملح، وهو عامه اصلا الملح ما بتحطش غير لما بتكون حاجه قربت تستوي، سواء في خضار او في لحمه، عشان ما تغيبش على النار. احط الملح كده لحد ما نبقى نشوف بقى هو يحتاج ملح ولا لا. شايفين اللون بتاعه احمر وفيه خضار بسيط خالص، احنا بنحبه كده بقى.
لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وخليكم معايا لنهايه الفيديو. وبالهنا والشفا. كيس الشعريه كامل وبحطه في التلاجة في كيس من بتاع التلاجة بتاع التخزين يعني، وباخد الكميه اللي انا عايزاها احطها على الشوربه. هنا انا حطيت نص معلقه سمنه صغيره، ما بحبش اكتر السمنه. حطيت كيس الشعريه كله لحد ما ياخد اللون الذهبي بس على نار هاديه كده، وبعد كده هسيبه في طبق يبرد واحطه في التلاجة. باخد بقى الكميه على حسب كميه الشوربه اللي معموله. حطيتها في الصينيه كبيره كده، في طبق كبير علشان تبرد، ما تسيبهاش في الحله عشان السخونيه بتاع الحله هتحرقها عن كده. احنا عايزينها اللون الذهبي الحلو ده، خلي ايدك دايما فيها علشان اللون كله يطلع زي بعضه زي ما انتم شايفين كده. هسيبها بقى تبرد براحتها، وبعد كده هخلي الشوربه تغلي. ما كنا جايه تستعمليها الشوربه لازم تكون بتغلي، وتاخدي المعلقتين او الثلاثه انت بتحطها في قلبها وخلاص، وعلى كده وتسيبها تغلي بس غلوه بقى ولا غلوتين كده، وبعدين خلاص تكون خلاص جهزت كده. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبالهنا والشفا.